طبعا اليوم ابني حسوني اجى من المدرسة. فدائما كل ما يجي ابني من المدرسة وانتم هم كذلك نسأل اطفالنا شنو اعطوكم من دروس، شنو درسوكم، ناجحين راسبين بالامتحانات والاختبارات. فاجى ابني ضايج وجهه اصفر صاير، قلت له ها بابا ايش بيك؟ فراح اسألني انا اقول له ليش ضايج؟ انت ليش ضايج؟ علي من ضايج اجيت أنا من المعلمة سمو اعطتنا قراءة. اي واجب ما قراءة. اوكي أبو بكر الصديق. اي بعد كلهم يعرفونه. اي شو من اعطتنا أبو بكر أبو الصديق؟ شو هي قبل لعنة علي؟ اوكي. هل يجوز لعن أبو بكر؟ الصديق هل يجوز؟ هل يجوز؟ شوفوا طبعا انا من المجتمع الشيعي في المناطق الجنوبية، بس من نعم الله سبحانه وتعالى احنا يعني سابقا درسنا في المناهج والمنهج موجود بالكتب. وابني اجى ضايج ما قبل وتحرض الطلاب بسب الخلفاء. يعني انت معلمة متعلمة، ليش تدخلين الامور العقائدية والدينية بالمدرسة؟ يعني هل هذا جائز؟ انا اريد يعني يسمعون التربويين المثقفين الاشراف، يعني هذا جائز؟ يعني انتم تقبلون؟ وين المهنية بالموضوع؟ يعني ليش تزرعون الحقد والطائفية عند الاطفال؟ مو هاي المرحلة كافي، يعني تجاوزناها ترى ما يصير. المفروض الادارة تطلع بهذا الموضوع. يعني فاوصل صوتي، ما يجوز سب الخلفاء، وهاي القضية غير جائزة شرعا واخلاقا. احنا ليش نطبق التاريخ والعقائد على اطفالنا، نزرع الحقد والطائفية والبغضاء بيناتنا؟ الصاف يجمع بين المسيحي وبين السني وبين الطائفي. طبعا مو بس هاي المعلمة، هواي اكو مدرسين معلمين بهذا المستوى من الانحطاط والحيض والسفالة اللي يستخدمون هذا الاسلوب. وين المهنية بالموضوع؟ فهذول لازم يعني تتخذ اجراءات، يعني وزارة التربية او الاشراف بهذا الخصوص، يعني لازم يتخذون اجراء. يعني ما يصير انت طالب جاي يدرس اوصل له المعلومة فقط. انا اذا اكره اخلي عقيدتي بداخلي، واذا احبا اثقف على حب التسامح.